السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست أنوثة. أنا فرحانة بزاف نكون معكم اليوم، وهذا البودكاست غادي يكون مساحة خاصة لنا باش نهضروا على موضوع مهم وحساس اللي هو الأنوثة. بزاف من الناس كيظنوا أن الأنوثة هي غير المظهر الخارجي واللباس والمكياج، ولكن الحقيقة أن الأنوثة أكبر من هذا الشيء بكثير. الأنوثة هي طاقة داخلية، هي إحساس، هي طريقة تعاملنا مع راسنا ومع الناس، هي الرقة والقوة والحنان، وكل هذا الحوايج كتخلي المرأة تبرز في الحياة بلا ما تضحي بالجوهر ديالها. الأنوثة ماشي شيء ثابت، الأنوثة كتغير مع الوقت ومع التجارب اللي كتعيشها المرأة. كل مرحلة في الحياة كتطلب نوع معين من الأنوثة، أحيانا القوة وأحيانا أخرى الرقة، ومرة الحزم ومرة أخرى اللطف والحنان. المهم هو أنك تكوني واعية بالطاقة ديالك وتعرفي كيفاش تستعمليها باش تعيشي حياتك بطريقة متوازنة وممتعة. فهذا البودكاست غادي نهضروا على نقطة مهمة بزاف، واللي هي أن الأنوثة ماشي غير مظهر خارجي. بزاف من النساء كيقيسوا القيمة ديالهم بالمكياج واللباس، وكيحسوا أنه إلا ما كانوش مطابقين للمعايير ديال المجتمع ما عندهمش قيمة. لا يا حبيبتي، الأنوثة الحقيقية كتجي من الداخل، من حبنا لراسنا، من احترامنا لحدودنا، من القدرة ديالنا نكون صريحات وعارفين شكون حنا. المرأة اللي عارفة القيمة ديالها واللي كتفهم الطاقة ديالها كتقدر تكون جذابة وفخورة بلا ما تحتاج تعيش على توقعات الآخرين. فهذا البودكاست غادي نشارك معكم قصص حقيقية، نصائح عملية، أفكار وتجارب من الحياة اليومية. غادي نهضروا على كل شيء، من العناية بالذات للثقة بالنفس للعلاقات، وحتى قصص نساء ملهمات سواء من المغرب أو من العالم كامل. الهدف هو كل واحدة فينا تلقى شي حاجة تقويها، شي حاجة تعطيها طاقة إيجابية وتخليها تحس بالجمال ديالها سواء الداخلي أو الخارجي. مثلا غادي نهضروا على روتين العناية بالنفس، كيفاش نهتم بالجسم ديالنا بلا ما يكون هذا الشيء ضغط علينا، كيفاش نلقاو وقت للروايات والهوايات اللي كنحبوها، كيفاش نعيشوا لحظات صغيرة كتزيد من الطاقة ديالنا. غادي نهضروا على الجانب النفسي كذلك، كيفاش نعتمدوا على التفاؤل، كيفاش نتجاوزوا الأفكار السلبية، كيفاش نلقاو الدعم في الناس اللي من حولنا. وحاجة أخرى مهمة بزاف وهي العلاقة بين الأنوثة والحب. بزاف من النساء كيعانيوا من هذا الجانب، حيث كيبغيو يعطيو كل شيء وما كيعرفوش كيفاش يحافظوا على الذات. فهذا البودكاست غادي نتكلموا على التوازن وكيفاش تحبي وتكوني موجودة في العلاقة بلا ما تضحي بالهوية ديالك وبلا ما تنسي الأحلام والطموحات ديالك. وباش نختم هذه الحلقة بغيت نقول لكم ما تخافوش من اكتشاف راسكم، من التعبير على مشاعركم ومن حب النفس. كل وحدة فينا عندها طاقة أنثوية مميزة وفريدة، وغادي نكتشفوها مع بعضنا خطوة بخطوة. الهدف ديالنا هو نعيش الأنوثة بكل تفاصيلها، نعتنيو براسنا، نزيدو الثقة بأنفسنا، ونستمتعوا بالحياة. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الرحلة، ومرحبا بكل وحدة بغات تكون جزء من هذه المساحة الآمنة والداعمة. على بركة الله نبدأ مع بعضنا هذه المغامرة باش نكتشفوا الأنوثة الحقيقية ونعيشوها في كل لحظة من حياتنا.